الفيديو التالي والله ما عجبتونيش الصراحه، ما عجبتونيش. 13 مشاهده وواحد جام. والله هذاك الفيديو ما يستاهلش كاع داك السوء الصراحه، والله لا تعبت فيه كاع. صح معليش نسيو نوصلوا 100 فيديو ونشوفوا الباقي كي داير. المهم خلينا نبداو الفيديو باش نحكي لكم الحكايه، والله لا حقيقيه 100%، نهضر لكم عن تجربه شخصيه. المهم يلا نبداو. في جويه الصيف 2024 هكا مشيت جويي اوت، بديت نتوسع في هاد صناعه المحتوى وتما عاد بديت نتعلمها. المهم كاين الصيف والسخانه تكتل بنادم ما جبر ما يديرو. اول حاجه بديت نتعلمها، ماشي اول حاجه بصح من الاوائل راك فاهم. المهم بديت نتعلم كيفاش نخدم التصاور تاع لي بروفيل، صور مصغره تاع لي فيديو تاع اليوتيوب، داك العفايس اللي لازم كل صانع محتوى يتعلمهم راك فاهم. المهم تعلمت شويه وصلت لواحد المستوى، ماشي داك المستوى اللي يخلع بس مستوى مقبول كبدايه راك فاهم. المهم مع داك الوقت بغيت نتريني ونتدرب شويه على التصاور راك فاهم، باش ما ننساش الطريقه تاعهم. انا تعلمت كذا وصلت واحد المستوى كما قلت لكم، بصح خاص شويه ممارسه. المهم بقيت نخمم وتلفت لي كاع وين نروح، ما عرفتش كاع فاش ندرب. كنت عاد ما بديت لا نصور لا ولا ما كنت نفهم والو، كنت عاد بادي نخدم تصاور. المهم قلت معليش نروح ندور شويه في الانستا شويه، والفكره هذوك تجيب لامها هي، وانا ندور ونقلب في لي ريس تما خرج لي واحد مغربي عاد بادي الكونت، يلاه بادي كما يقولوا. كان عنده والله ماني عاقل بالك 10 كا 15 كا، المهم هكا ماشي بزاف. المهم تلاقيته مسكين داك فوتو بروفيل غير فيها مسكين، ما عارفش كاع كيفاش يدير، ما نعرف كاع كاش كندير لها. المهم غير تفشى ما تصلح له والو. قلت المهم قلت معليش هذه فرصه باش نتعلم ولازم ما نضيعهاش راك فاهم، خصنا نتواصلوا معاه، راه عاد صغير عاد كيا. المهم دخلت للبريفي قلت له راني باغي نخدم لك فوتو بروفيل بسير اللي تبغي. انا ما كنتش داير في راسي كاع غادي يرد، ما ديتهاش كاع فيه، قلت محاوله وصاي بنادم ما يفقدش الامل. هي ما فاتش حتى 5 دقائق ويوصلني ميساج من عنده، قلت وزيد قال لي موافقه. تما كانت الصدمه وفرحت بزاف، حسيت بواحد الاورا طالعه، فاتت الحدود تاعها راني نقول لك. بقيت نحس روحي راني عامل مختص راك فاهم، وزعما فاهم زعما صاي انا واعر ما كاش الطح. المهم بديت نخدم ديك فوتو بروفيل وقلت خصني نخرجها واعره باش ما نحشمش روحي قدامه راك فاهم. في ذاك الموقف والله الا كنت متخيلو عنده واحد 100 مليون ابوني هكا، وكان يبان لي حاجه كبيره. المهم خدمتها وخرجتها واعره الصراحه، نعقل لها كانت فايته فوتو بروفيل تاعو ب100 فوا يا خو، كنت واعر. المهم anyway صيفط له في البريفي قال لي سير ويا صحيت اش كتب لي تحيه ناريه هرب ليا. روح انت وفهم هذه تحيه ناريه هرب ليا علاش كتبها ماشي كاع اصلا هذيك التحيه علاش ما فهمتش باين السيد بز والله ما على باليش. المهم لافو تاعو كان باين باللي صغير بزاف. المهم كي جيت نريبوندي له راك فاهم، جيت نعطيه الصرف بجماعك فاهم الرد المنطق يقول يطيح لك رد له، نلقاه بلوكاني. وانايا كنت ديت اكبر حشوه في حياتي راني نقول لك، حشوه نقول لك ما توقع حاجه كاع، حشوه تاع كلام. انا حسبني ما عجباتوش هكا وشغل غير تفرضها عليه مسكين وما عجباتوش. هي ما قال لي كانت واعره بصح المنطق اللي ترجمته في راسي قال لك بلي ما عجباتوش فوتو طيحني. المهم كره جيت حياتي وقلت صاي ما فيهاش، انا فاشل ما صلح لوالو وما ما عندي حتى قيمه في الحياه. صايف مورال طاح الدوبامين نزل كلشي نزل معاه. المهم فات يومين من داك النهار ولا ما يعيطليش في واحد الفيديو، استغفر الله يا ربي قلت كيعيط لي ولا ما يطلعليش في واحد الفيديو، وقلت او ربي هذا ماشي بلوكاني. انا كنت بالك كنت واحد اخر ولا نتلاقاه نفس الكونت، لا اختي ما بلوكيني ما والو، شغل بلوكاني وقلع البلوك. والحاجه الاولى اللي بغيت نديرها هي نتاكد فوتو بروفيل راك فاهم، باش مورا نشوف واش عاود يطلع واش بدلها ولا لا فاهم، ولا ما تلاقاش دايرها واستمتع بها ود الذين امنوا. وهنا يعرف باللي ما بقات الثقه من داك النهار، ما خدمت مع حتى واحد. تحيه تكل على روحك. المهم هذه هي القصه تاعنا، ان شاء الله تكونوا استفاديتوا وديتوا الحكمه الاسطوريه من عند عمكم نوفا زدت فيها على بالي. المهم ما تنساوش ديروا جيم ابوني بارطاجي فيديو مع اصحابكم، وما تنساوش تخليو كومونتير باش يطلع الفيديو لاقصى عدد من المشاهدين فضلا وليس امرا. المهم ما تنساوش مانيش عارف، المهم تهلاو.